السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبسعد حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طريقة الأجنحة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بما ان بقى البيض غالي فاحنا هنجيب بديل البيض ومش هيكلفنا اي حاجة. نصلي كده على النبي وما تنسونوش باللايك الجميل بتاعكم. واللي مشتركش معايا ياريت يشترك معايا في القناة. انا هنا عندي كيلو من الأجنحة، غسلتها كويس ونقعتها في خل وملح وليمون زي ما انتوا شايفينها كده، وشطفتها كويس. والجناح مقطعاه كده من قدام ومن ورا، بحيث ان الخليط اللي انا هعمله في الاجنحة يوصل للجناح من جوه ويشرب من الخليط اللي انا هعمله. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا هنا عندي هوت بصلايه وسط مقطعه مكعبات، وطماطمايه برضو، وعندي توم، وعندي نص ليمونه، وعندي فلفل اخضر، وعندي قرن فلفل حامي، وطماطمايه. عندي شطه، وعندي كمون، وعندي مرقه، وعندي ملح، وعندي بصل بودر مع توم بودر، وعندي كاري، وعندي فلفل اسمر. اي بهارات عندك حطيها. هنضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت لو هتعملي الاجنحه النهارده مثلا بتعملي الخلطه ديت وبتحطي الاجنحه فيها قبلها بساعتين 3. عايزه بقى لو انت بقى شاطره وواعيه تحطي الاجنحه في الخليط دوت قبلها بيوم، بتبقى معاكي جميله جدا. يعني لما بتسيبي الأجنحة في الخلطة على أكتر وقت ممكن، بتخلي طعم الأجنحة جميل جدا. فهنا وطبعا عشان اللي أنا المكونات دي كلها اتضرب في الخلاط، نزلت بشوية مية كده علشان ما يقفش معايا الخلاط وانا بضرب المكونات دي زي ما انتوا شايفينها كده. كان ماشي بطيء جدا، فشوية المية سهلوا لي عملية الضرب. انا هنا بقى كنت عملت الخليط اللي انتوا شايفينه دوت، وعملت وحطيت الأجنحة فيه على بيات. يعني انا كنت عاملة الخليط دوت وحطيت الاجنحه في علبيات. تاني يوم انا عملت الاجنحه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. طبعا بقى انا كنت عايزه اتكلم معاكم في موضوع. واحنا كده مع بعض انا زعلانه جدا لان بيجيلي مشاهدات ما بيجيليش لايكات على قد المشاهدات اللي بتجيلي. ففي ناس بتاثر معايا في موضوع اللايكات، بيشاهدولي من غير ما يعملوا له اللايك. ففضلا يعني وليس امرا، يا ريت اللي يشاهد لي ويستفاد مني حتى لو بمعلومه واحده، يا ريت ما ينسانيش باللايك يا جماعه عشان يرفع لي الفيديو وغيره يشوفه اكتر واكتر. طبعا انا هنا حطيت الاجنحه في الخلطة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها. الخلطة مغطية الأجنحة كلها. تاني يوم بقى أنا جبت الأجنحة اهيت زي ما انتوا شايفينها بقى، شربت من الخليط اللي أنا عاملاه. زي ما انتوا شايفينها كده. في بقى طريقة كده أنا بعملها في الأجنحة قبل ما بعملها بقى وحمرها. أنا برصها بقى كلها، بطلعها كده بقى من الخليط بتاعها وبرصها في الصينية الألمونيا العدلة اللي انتوا شايفينها ديت. وبحطها على النار بالظبط 5 دقايق، يعني تبقى نص سوا كده. فطبعا احنا عارفين ان الفيجيتار بيتحمر بسرعة في الزيت والاجنحة ممكن تطلع معانا نية. فعلشان اللي انا اتفادى حاجة زي ديت، فانا باخده بالخليط الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. ممكن احط الخليط كله بس انا حبيت بس اوريكم. بناخدها زي ما هي كده وبسيبها بالظبط 5 دقايق على النار. وهنعمل بقى مع بعض الخلطة بتاعتنا. انا نزلت هنا بكوباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وعليها شوية من الملح، معلقة صغيرة من الملح، وشوية من الفلفل الاسمر. عايزة بقى تحطي كمون، عايزة تحطي بصل بودر، توم بودر، براحتك بقى. حطي البهارات دي، البهارات اللي انا عملتها في الخليط بتاع دوت. وانزل بقى بالمية كده تدريجيا واقلب بالمضرب اليدوي لحد ما الخليط يبقى معانا ولا سايب قوي ولا ماسك قوي، زي البشاميل بالظبط. يعني زي البشاميل بالظبط ما انت بتعمليه. بس يفرق ان بدل ما تحطي اللبن، لا احنا بنحط ميه. هتشوفوا الخليط دلوقتي يعني عامل زي البشاميل بالظبط اهوت. زي ما انتوا شايفين اهوت الخليط اهو كأنه بشاميل اهوت. وهنا عندي بقى فيجيتار الطبق التاني. البولة التانية دي فيها فيجيتار. الفيجيتار ده انا جايباه فيجيتار حامي سايب من عند العطار. طبعا اوفر لك في الايام الغلا اللي احنا فيه دوت طبعا تجيبيه سايب، ما تجيبوش اكياس. اوفر لك وانضف كمان من عند العطار. هنا الاجنحه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها بتطلع بقى دخانه وجايه طالعه سخنه تقريبا، يعني واخده نص سوا. وشايفين الخليط عليها المكونات اللي عليها ما اتشالتش. نزلت بقى كده بالخليط اللي انتوا شايفينه دوت. هننزل بقى من هنا
هنطلع الجناح من هنا، هننزل بقى الناحية التانية في الايه في الفيجيتار. طبعا انا ماسكة بالماسك عشان الايه الجناح سخن معايا، وفي نفس الوقت علشان برضو اللي انا ايه يعني ما عكش ايدي ميه من هنا وبالدقيق وارجع احط ايدي في الفيجيتار تتعك اكتر واكتر، لان انا اللي كنت بصور وماسكه الموبايل، فما عرفتش ان انا اتحكم في التصوير اكتر من كده بصراحه. نزلت تاني بالجناح اهوت زي ما انتوا شايفينه اهوت. وهنكمل بقى بالفيجيتار بتاعنا على الوضع ده كله. هخلص الكميه. طبعا لما الجناحه بقى بردت شويه معايا عملت بقى كده بايدي، بس انا ما ايه الماسك بمسك بيه في الطبق التاني. طبعا انا خلصت الكميه اللي معايا اهيت زي ما انتوا شايفينها. هنحمرها بقى بالزيت. انا عملت بقى معاها كده شويه رز بشعريه. انا عايزه اقول لكم الجناحه دي كانت تحفه وكانت جميله جدا ومقرمشه وجميله، وزيها زي الجناحه اللي بتجيبيها من بره جاهزة اهيت. وطبعا المخلل كنت عاملاه مخلل الخيار وشطة بقى بتاع، عملت طبق سلطة معاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تجربوا الطريقة ديت مش هتندموا ابدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.